تخيل معايا ان اي حاجه لو جبتها كرسي، كره، تليفون، بلاش تليفون، ومسكناه وقعدنا نكسر فيه ونقطع فيه، هيقعد يصغر 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 لحد ما نوصل لنقطه، ودي بقى اخر حاجه مش هينفع تتكسر تاني، وهي دي الذره. وده موضوع حلقتنا النهارده. وهي اصغر من شعرك بمليون مره. طب قولوا لنا انها صغيره قوي كده، العلماء عرفوها ازاي؟ مش كانوا كبروها وقالوا لنا الحاجات اللي فيها ولا ايه؟ عايز اقول لك ان العلماء عشان يجاوبوا على السؤال ده لازم تعرف انها عمرها ما جت بالسهل. بدات الفكره من قبل 1000 سنه قبل الميلاد، والله اعلم كان ده اول واحد يعرف او يبدا الفكره بالنبذه عنها ولا في حد قبله، وده ديموكريتوس. ربكم منطقه صح. ما كانش فيه وقتها تجارب ولا بجهة، بس عقل متخيل ان في حاجه اصغر من اي حاجه ممكن تشوفها، ومن هنا حتى الاساس اللي هنبدا نكتشف عليه الذره. وهنقول بقى عن العلماء المؤثرين فعلا في المجال ده. وهنا بيجي العالم ديلتون ويقول لك ان الذره دي مش اصغر حاجه، بس لا، كمان كل عنصر فيه ذرات مختلفه عن العنصر التاني، عشان كده العناصر مختلفه. ايوه، يعني الحديد مختلف عن الذهب عشان ذرات الحديد مختلفة عن ذرات الذهب. وبعدين يجي العالم تومسون، ويجي تومسون سنة 1807، ويجي تومسون سنة 1000، ويجي تومسون سنة 1897، ويعلي عليهم بقى ويقول لك ايه الكلام ده؟ نقعد نقول الذرة أصغر حاجة أصغر حاجة، ما تقولوا بقى الذرة دي ايه؟ ويقول لهم بصوا يا جماعة أنا اكتشفت الإلكترون ده، وإن الذرة دي مش مجرد نقطة صغيرة، دي فيها حاجات أصغر وهي الإلكترونات. يعني هو مش كفايه الذره اصغر حاجه، كمان جاي تقول في حاجه اصغر منها الكترونات؟ ايه يا عم؟ وقال ان الذره دي كره صغيره مصمطه، يعني عامله زي كره البلياردو، مليانه من جوه مش فاضيه، ومطموس جواها الكترونات. مطموس يعني بداخلها الكترونات متوزعين كده، بيقول لك شبه الكعكه اللي بالزبيب، كعكايه وجواها زبيب، او البطيخه اللي جواها البذر. بس يعني كده يا جماعه الحوار كله بطيخ وزبيب والحوار سهل يعني. بعدين بقى يجي العالم رذرفورد 1911 ويجي يقول لك احنا مش بتوع الكلام يا حبيبي، احنا هنعمل تجارب ونشوف. والتجربه كالاتي، اكتب ورايا التجربه. عايزين حاجه تطلع شيء الفا، وطلنا حته ذهب ولوح معدني مبطن بكبريتيد الخرسين. جاب مصدر الاشعه وصوبه على قطعه الذهب. حاجه هيتعمل فيها كده بكره تعرفوا امتى. مش معنى بقى كبريتيد الخرسين بالذات؟ هو احنا يعني كنا قلنا مش معنى الذهب؟ عشان الجسيمات بتاع اشعه الفا اول ما تصطدم باللوح هتعمل مومية، هتعمل اضاءه بسيطه، فهنعرف ان الاشعه خبطت هنا. الفكره كلها خلى الاشعه تصطدم بلوح المعدن، وشاف المكان وعدد الجسيمات، ما عرفها منين؟ من الوميض اللي طلع. بعدين حط قطعه الذهب، وساعتها حصل فرق، وصل من الاشعه والجسيمات عدت بس مش كلها. وهنا عرف ان معظم الذره فراغ مش مصمطه زي ما تومسون قال. وارتدت بقى نسبة صغيرة من أشعة ألفا عكس اتجاهها، ما عرفتش تعدي من قطعة الذهب. وعرف كده منين؟ لما ظهر وميض مش مع الأموضة التانية أو نفس المكان، بعيد عنه، فعرف إنها خبطت في الذهب، قطعة الذهب، ورجعت تاني ارتد. وإن بقى الجزء اللي معداش ده كثافته أكبر من بقية الذرة كلها بس حجمه صغير، ودي سماها النواة. وقال لك النواة ارتدت بالمنظر ده عشان هي موجب، ولو ما تعرفش أشعة ألفا موجب برضه، والموجب مع الموجب بيتنافروا. يعني باختصار رمى جسيمات على حتة ده، شوية عدوا والتاني ارتد الناحية التانية. بعدين يجي عندنا العالم بور 1913 يقول لك بص انا هعلي على الناس دي كلها، انا هقول حاجه محدش قالها قبل كده ولا جاب سيره عنها. قال ان الالكترونات مش سايبه كده عماله تلف براحتها حوالين النواه، لا، دي في مسارات معينه ومحدده جدا بتلف حواليها، ومستويات طاقه. كل الحوار زي سلم مكون من درجات، كل الكترون عارف انهي مسطرته، ولا بيطلع ولا بينزل. وهنا بور يكتشف ان الالكترونات بتطلع اطياف ساعات يعني، فيبحث حول الحوار ده ويلاقي ان الالكترونات لما تاخد طاقه زياده تنتقل لمستوى طاقه اعلى، تقف في السلمه اللي فوقيها، بس مش كتير، بترجع مكانها، والطاقه الزياده اللي خدتها المتبقيه تطلع على صورة أطياف. ويجي بقى تشادويك وده يكتشف بقى النيوترون. يعني كده الذرة بقت متكاملة، نواة فيها بروتونات أو حواليها بروتونات والكترونات ونيوترونات. عايز حاجة تانية يا عم؟ بعد ده كله بقى العلم الحديث يوصل بقى للتركيبة النهائية. تخيلوا إن الذرة دي عاملة زي المجموعة الشمسية، النواة في المنتصف زي الشمس، وحواليها بروتونات موجبة والنيوترونات متعادلة والإلكترونات سالبة، بتلف حوالين الشمس زي الأقمار. كل واحد في مكانه يا معلم، محدش بيبعد عن مكانه. وعايزك تعرف إن الذرة مع إنها صغيرة بس مؤثرة جدا. متنساش ان اشتراكك مع انه حاجه صغيره جدا بس مؤثره جدا. سلام.